يخبرك أن ابنة هولاكو زعيم التتار كانت تطوف في بغداد، فرأت جمعا من الناس يلتفون حول رجل منهم فسألت عنه، فإذا هو عالم من علماء المسلمين، فأمرت بإحضاره. فلما مثل بين يديها سألت: ألستم المؤمنين بالله؟ قال: بلى. قالت: ألا تزعمون أن الله يؤيد بنصره من يشاء؟ قال: بلى. قالت: ألم ينصرنا الله عليكم؟ قال: بلى. قالت: أفلا يعني ذلك أننا أحب إلى الله منكم؟ قال: لا. قالت: لما؟ قال: ألا تعرفين راعي الغنم؟ بلى. ألا يكون مع قطيعه بعض الكلاب؟ بلى. هكذا أجابت. إذا ماذا يفعل الراعي إذا شردت بعض أغنامه وخرجت عن سلطانه؟ هكذا سأل. فقالت: يرسل عليها كلابه لتعيدها إلى سلطانه. قال: كم تستمر الكلاب في مطاردة الخراف؟ قالت: ما دامت شاردة. قال: فأنتم أيها التتار كلاب في أرض الله، وطالما بقينا نحن المسلمين شاردين عن منهج الله وطاعته فستبقون وراءنا حتى نعود إليه عز وجل. وكما كنا بالأمس هو حالنا اليوم، وسنظل كذلك. يسلط الله علينا الكلاب حتى نتجمع من جديد. الله غالب.